مساء الخير، أهلا بيكم في فلوج جولاي. دي الإديتنج روم بتاعت الفلوج دي. هتلاقوني كل شوية طالعة لكم بقول ميبي مش عارفة لسه، بس احتمال كبير تلاقوني كل شوية طالعة لكم بقول حاجة كده. الإديتنج روم دي والإديتنج سيشن دي بتحصل في سبتمبر. يس، it's a July vlog. أجلتها لحد سبتمبر، ولأن أنا وعدت نفسي إن أنا هعمل فلوج لكل شهر في السنة حتى لو أخرت فيها الدرجات دي، لازم ألتزم بالوعد ده لنفسي. عارفة إن كتير منكم زهقوا أصلا and people unsubscribed and left بس في شوية كده قلة قليلة أوفياء كانوا بيبعتولي ريتين الفلوج بتاع، الناس كانت بتزعقلي يعني I appreciate الاهتمام بس محدش زعقلي بليز. ف here we are. دلوقتي هعمل edit للفلوج بتاع جولاي في سبتمبر. I know. هعترف لكم اوكي، انتم مش غلط، احنا أسرة مع بعضينا كده كده. السبب ان انا اجلت الفلوج دي كل ده هو انه بصوا، الفلوج دي عن شهر 7 اوكي، وعن الحاجات اللي انا عملتها في شهر 7. وشهر 7 كان عظيم، جولاي كان تحفة. فالبار عالي قوي، يعني هو الشهر الرياليتي بتاعه يعني تقريبا لأول مرة مش بكون بجمل الواقع وبحطه على الانترنت، لا هو الواقع تحفة جدا، وانا مش عارفة، ما عنديش التالنت، ما عنديش الابيليتي، قدرة ان انا اخد الواقع التحفة ده اوريه لكم في يسوس. فلقيت نفسي محبطة وخايفة. انا لسه ما بدأتش اصلا اعملها اديت، بس الفكرة كمان ان انا life was amazing شهر 7 لدرجة انه حتى انشغلت ان انا document، انشغلت ان انا اوثقها واصور كل حاجة، لانه I was just too happy مبسوطة جدا كده طول الوقت. فهذه السعادة أدت إلى إني مش عارفة أوثق كل حاجة، وبعدين أدت إلى خوف من الفشل، وإن أنا ما اديش السعادة دي حقها، وفي الآخر الفلوج تطلع اللي هو لا أنا مش هطلع الفلوج بيرفكت وقد الصور اللي في خيالي والصور اللي في ذاكرتي وكل الحاجات دي، يبقى على إيه بقى؟ فقعدت في المعضلة الأخلاقية، مش معضلة أخلاقية، المعضلة اللي فيها حزق كتير مع نفسي دي كتير الشهور اللي فاتت، ده غير ان انا كنت اصلا مشغوله بحاجات تانية. بس انا عارفه ان جزء كبير جدا مني كان مستثقل ان هو يقعد ونعمل اديت ونعمل الفلوج دي، عشان it was just too perfect، وانا غالبا هبوظها by trying to show it to you، لانه عمري ما هعرف اوصل لكم قد ايه الشهر ده كان شهر مميز وحلو بالنسبه لي. ففي الاخر زي كل حاجه في حياتي، بالذات كل حاجه على الشانل دي، بالذات بالاخص الفلوجز، هي مجرد محاولات انه اكسبرس واعبر عن حاجه. فبحاول اتصالح مع فكره انه المحاولات دي بشكل كبير، او هي محاولات غير مثاليه على الاطلاق، وعمرها ما هتطلع perfect and that's okay. here we go.
بنشوف له بدلة عشان الجراد بتاعه. بصوا شايفين انا اخته الفلوج بتاعتي بكلم صحابي الخياليين انا اخته الكبيرة. سي ده اوتفيت اخته الكبيرة، ودي البدلة المحتملة. Mission accomplished. Yay! Before, this is before. And we are done. المناقشة بتاعت رايحين المناقشة بتاعته في زيادة. هاي، أنا متأخرة، أنا مع عادي عشان المناقشة طولت، بس السؤال الأهم، هنشيل بريسز ولا لا؟ يعني أتمنى نشيله عشان عملها لازم. هنشوف. هنشيل. شلته اكتر وقت انا عايزه اسمع فيه، ف you'll see this a lot. هلو، ابديت سريع. انا هفضل اسمايل طول الابديت عشان بس يعني excuse the mess. روحت بعد يوم طويل قوي. خلصنا المناقشه، رحت عند دكتور سناني، قعدت حبه حلوين عشان مش بريسز، كانوا بيسمعوني طول الوقت. تعالى سوسو ايه تاني؟ بعدها رحت عملت شوبينج، عشان كده منظري زي ما انتوا شايفين. هاي حبيبي مامي، تعال. عشان كده منظري زي ما انتوا شايفين. كان ممكن اقعد افكس ماي ميك اب، بس that wouldn't be real، مش هتبقى فلوج واقعية، هيبقى ظبطت وشي قبل ما اكلمكم، واحنا مش بنعمل كده. او يعني ممكن اوكي البوسة. ف دي سناني. رحت عملت شوبينج، ظبطت شوية حاجات، رجعت قعدت مع اهلي شوية. زي ما انتوا شايفين عم شعري النهارده نيو مي بودس. ليه عملت شعري النهارده؟ صحيت من النوم، باي ذا واي كان شكلي حلو قوي الصبح، يعني كان هنا بدل ما هي اثار ايلاينر كان ايلاينر حقيقي. شكرا حبيبتي، شكرا. فده كان ايلاينر وكان ميك اب محترم من الناس، بس اليوم عدى على وشي عادي، بس عدى واسناني جميلة. معلش ان انا مهووسة شوية بضحكتي الجديدة، بس عشان انا تقريبا بقالي 2 سنين لابسة التقويم وكنت insecure about it جدا. ما كنتش بحب ضحكتي دي، وما كنتش بحب ضحكتي قبلي، فهو finally بحب ضحكتي دلوقتي. وسبحان الله بجد، يعني انا تقريبا شلت البريسز في اكتر وقت انا ببتسم فيه ومبسوطه فيه. thank you. ايه تاني اقول لكم ايه تاني؟ بس انا ليه بقى رحت عملت شوبينج؟ يا حبيبه؟ عشان انا مسافره. رايحه فين؟ دي مفاجاه هقولها لكم بكره، او يعني technically by the time you see this هتشوفوها كمان 2 سنين مثلا. مسافره ورايحه اعمل حاجه نفسي اعملها بقالي، احنا النهارده سنه 21، نفسي اعملها من 2017. نفسي اعملها بقالي 4 سنين. فهعملها الاسبوع ده. فاخبار جميله،
هتعرفوا تفاصيل اكتر بكره. بس كده كنت عايزه اكلمكم شويه بالسمايل الجديده بتاعتي. انا عشان بقالي فتره بسمايل وبقي مقفول، هياخد وقت ان انا اتعود ان اسمايل. هل وشي اتغير؟ هل شكلي اتغير؟ ايه رايكم؟ شكلي يعني معلش بس بجد ما هشيل الميك اب ده غالبا واجي اتكلم تاني، او هو مش ميك اب، هو اثار ميك اب. بس بصوا كده، هل وشي اتغير؟ هنكت ايه يا سوسو مالك؟ هنكتشف الموضوع ده. anyway اشوفكم بكره، او technically اشوفكم بعد بكره، عشان احنا النهارده الاربعاء، انا مسافره الجمعه، فهشوفكم بعد بكره، او يا ولا حصلت حاجه ابديت هنشوف. هلو، اكسكيوز ذا مس اللي انتم مش شايفينها بس هي موجوده. انا بحضر شنطتي عشان مسافره بكره، رايحه دهب. فاينلي هاخد دايفنج كورس. انا كان نفسي اخد دايفنج كورس من سنين، بجد من سنين، لدرجه ان انا يعني لقيت تكست قديمه I texted some place من 2018 اعتقد، لو لقيتها تاني هحطها هنا. بكلم صحابي بقول لهم ايه ده انا نسيت، انا قلت لكم انا شفت بريسز، قلت لكم اوكي moving on عشان لاحظت ان ما عنديش بريسز، so I was like انا قلت للناس. فطبعا الساعة 11:30 وانا صاحية من بدري برضو، فالانرجي في النازل. بس رحت عملت دوري صحيح نسيت. بس متحمسة ان انا finally I'm taking a diving course. رحت اشتريت دي كاميرا، المفروض it's film camera underwater, one use only which is okay. فجبتها عشان اصور. انا اليومين اللي فاتوا كنت بذاكر كورس قبل ما اطلب عشان I'm a nerd، عشان ابقى ready. فمتحمسة جدا and I'm gonna be documenting كل حاجة, so yay. Here it is for outdoor daylights. Okay. جامد. Where do I click? Here. Cool. هنا. Okay. بس so exciting. هبقى بلم حاجاتي بقى دلوقتي. ممكن اوريكم نظرة كده على الدنيا هنا عاملة ازاي الناحية التانية. Wait, I'll show you. So دي الناحية التانية. بحاول اجهز حاجاتي. We are almost done. طبعا البرودكتس بتاعتي واخدة نص الشنطة بجد، يعني حاجات شعري ووشي بجد واخدة نص الشنطة. بس we are almost done, so yay. خلاص قربت اخلص packing. الساعة 6 الصبح وانا مستعدة للذهاب. I think I might have overpacked. غالبا خدت حاجات بزيادة، بس انا قاعدة حبة and I'm taking a diving course. فحاسة انه احسن اخد حاجات زيادة ولا انه اخد حاجات اقل. so I'm ready. ده اكتر outfit مريح فكرت فيه، بجيوب عشان في كل حاجة انا عايزاها. and يلا بينا. متحمسة جدا طبعا. هروح اركب الباص دلوقتي. باي يا سوسو، باي حبيب قلب مامي. وبس more updates soon. I could never get enough of this old PM. All the crashing sound of the breaking waves down here. Now I've been sitting here most of the day, don't know
myself away. I can almost hear the ocean talking to me, saying, what are you waiting for? When life is an open door, it will never get easier than this. It will never be more difficult to miss. So what are you waiting for? If life is an open door, no one in this world knows where I am. So I think I'll stay for as long as I can. Sure could use a word of advice. Just see things clearly. Now wouldn't that be nice? Dear ocean, won't you talk to me and say, what are you waiting for? When life is an open door, yeah, what are you waiting for? 'Cause it would never get easier than this. It would never be more difficult to miss. So what are you waiting for? Oh, it would never be easier than this. Never be more difficult to miss. So what are you waiting? سو لسه مخلصة أول غطسة في حياتي. أنا قاع البحار هو مكاني الجديد يا جماعة. الفلوجز الجاية كلها غالبا هتكون هناك. مش عارفة أقول إيه بس صباح الخير. طالبة مجدة مجتهدة بذاكر في اجازتي. واحدة بس كاميرا مان بس مش امبارح خلصت الاوبن ووتر كله عشان شاطرة جدا، وقعدت امبارح اذاكر الادفانس واحل حاجات الاوبن ووتر عشان النهارده هبدأ الادفانس وهاخده في يومين and I will be done. هكون خلصت ال 2 courses بس كده. quick update. فطار الابطال قبل الغطسه يا جماعه. انا باكل كميه اكل بجد ساعه ما جيت.
So we got to the canyon. ادي الكانيون اهو. كانيون وحطينا عادي في الغطس بتاعتنا. البوكس الازرق ده بتاعي. نقعد هنا. المفروض هننزل نغطس بقى من هنا. دي my first deep dive. الكورس التاني اللي هو الادفانس. فهنزل 30 متر. 30 متر ده بيحصل عنده حاجة زي اسمها جاز ناركوسس. معناها عادة انه الشخص ده كأنه شارب حاجة، كأنه سكران، كأنه ده عشان يعني الجاز بيعمل كده في الجسم على تحت الانخفاض الفظيع اللي هو 30 متر. هنشوف ايه اللي بيحصل. فالجوري دايفرز في الحتة دي يعني بيبقوا uncontrolled divers شوية. لازم طبعا بالبادي تمام ويطلعوا سنة لو حصل حاجة، لو حصل ان هما دي uncontrolled او كده. فهنشوف حاجات تروح تحت المية تقريبا يعني. فشوف انا متحمسة، مش عارفة انا ممكن اتصرف ازاي او ابقى عاملة ازاي. يعني عمري ما شفت نفسي في الستيت دي. هنشوف هاي. انا رجعت. شعري اتفتح. هغمقه بس او مش هغمقه المرة دي. عايزة الاحمر يكون اوضح. ايه يا سوسو. we are going extreme. يب. هنشوف اللي هيحصل. هل انا كحبيبة خايفة اللون يطلع مش لذيذ او ما يعجبنيش او احمر جدا او طبعا هل هعمله anyway؟ طبعا. فهنشوف. it's okay. هي الحياة ايه؟ تجارب عادي. بنجرب. شعري you know عارفين طبعا تفاصيل الصبغة. لو مش عارفينها في فيديو تاني اتكلمت فيه كل حاجة تقريبا، فمش هرغي قوي هنا. لو عايزين تفاصيل اكتر يعني عن تفاصيل ازاي بصبغ شعري check the other video. بس عشان دي vlog يعني مش tutorial. هشوفكوا بقى لما شعري. wish me luck. ده لون شعري جديد احمر. يعني هو كان احمر بس هو احمر اغمق. انا بعمل ايه هنا؟ رايحه اخد حاجه مع الدنتست. one final check up بس كده. officially done. It's a video ولا picture؟ It's a video. والقمر قدام وراكي اهو. ادي قمر واحد، ادي قمر اتنين، والاتنين واضحين. وحشتيني. وانتي كمان. والله حلوه القعده. it is. احسن حاجه ان احنا نقعد في العربيه ونجيب عصير والعصير خلص. العصير خلص. هنا كان في عصير. استني. في قمر.